يا حسرة يا حسرة على جيل 2005. فضيحة مش خسارة، فضيحة قدام مصر في فينال كاس افريقيا للهاندبال في كيغالي. منتخبات تمشي وتقدم واحنا نمشي ونوخروا، ملاعبية يتفرجوا في الصالة. مصر تطير بينا، لعب، تنظيم، روح وكل شيء. مصر اليوم تتوج باللقب الافريقي العاشر وتعادل رقم تونس اللي اخر لقب كوب دافريك عندها من 8 سنين. 8 سنين واحنا نحكيو على الماضي. شوف الفرق، ملاعبية مصر ينشطوا في اكبر البطولات الاوروبيه واحنا جل ملاعبيتنا في الخليج. مش عيب، اما ما يكفيش باش ترجع هيبه منتخب بحجم تونس. كنا نربحوا منتخبات عملاقه في الهاندبال، اليوم نلقاو رواحنا واحلين مع منتخبات متوسطه. وين المشكل؟ في التكوين والا في التعالي اللي ما عادش عنده بلاصه في الكره الحديثه. بالله يحطوا لهم شويه ماتشوات نتاع جيل 2005 وقت المساوي وعصام تاج ووسام حنام وغيرهم من الملاعبيه الكبار. وقتها المنتخب كان يدخل الملعب والمنافس يدخل خايف. اي نعم، الدنمارك كنا نربحوا فيها. اليوم لازم نفيقوا، يزينا من راو احلى تونس، خاطر ماضينا ولا خير من حضرنا برشا، واللي ما يتعلمش من التاريخ يعاود يعيش نفس الاخطاء. تحبوا تونس ترجع كبيره في الهاندبال؟ اكتبوا لي في الكومنتات وين تشوف المشكل الحقيقي.